هذا يونيون واللي سميتو الحقيقيه مصطفى اعرب. مصطفى مهاجر مغربي في السويد كيعيش في حي شعبي مع الام ديالو حياه بسيطه. مصطفى شاب محافظ شويه بالنظر للاصل ديالو ولكن صحابو ما يخليوش في راحته. المهم الفيلم ديالنا كيبدا مع مصطفى وصاحبو سلوغو اللي ساكنين مع بعضياتهم في نفس العماره. سلوغو اللي هو خفيف الدم وفيه شويه ديال الحيله كيحاول يجرى مصطفى باش يخرج معاه يعوموا في البحر. قال ليه الحياه قصيره صاحبي ما كاين غير البحر والشمس. مصطفى اللي كان متردد شويه وما قدرش يقاوم وقال ليه واخا نمشيو. المهم خرجوا تلاقاو صحابهم الاخرين وبداو يعوموا في البحر كيستمتعوا وكيدوزوا وقتهم كيف العاده. بعد شويه كتبان لهم زوج ديال في البحر ومع سلوغو يد خفيفه كما قلنا بدا كيفكر في مغامره جديده وقال صاحبو شنو غادي يكون مثلا في الجهه الاخرى ديال البحر. مصطفى ما كانش متحمس بزاف وقال مع راسو الا مشينا كاع الله يعاون. وهما غاديين كيتلاقاو دراري ودريات كيعوموا وهنا كيجي واحد المشهد اللي غادي يغير كلشي. باتريسيا الطفله الصغيره كتعوم في البحر وكتغرق. مصطفى اللي عنده خبره في العوم يعني كيهبط وقدر اعتقها. ايوا الاب ديال الطفله كيكون ممتلئ بشكل كبير وهذا الشيء خلى مصطفى وصاحبه سلوغو يرافقوا الاب الفيلا ديالو. مع الدخله قال لهم الاب ديال باتريسيا تسناو نرجع ولكن سلوغو مشى يكتشف الفيلا والخير اللي فيها في نفس الوقت يعرف المنافذ اللي فيها. مصطفى بقى كيستنى وهنا كتخرج إيلي واللي هي الاخت الكبيره ديال باتريسيا. كتسول باباها شنو وقع كيجاوبها باللي مصطفى عتق باتريسيا من الغرق وهنا كتبدا القصه كامله. من بعد كنشوف مصطفى مع الام ديالو وراجلها كيسولوه فاش غيقرا وكيجاوبهم باللي هو في قائمه الانتظار في الكليه ديال الفنون. وهنا كيضحك عليه الراجل ديال الام ديالو. كيتعصب مصطفى وكيخرج مع صحابه واللي كانوا كيخططوا اصلا يمشيو يسرقوا ديك الفيلا فاش كانوا هما بجوج. ايوا صحابو فاش وصلوا قالوا ليه تسنى هنا وإلا جا شي حد علمنا ولكن هو ما قدرش يبقى وسبعوا من الداخل. في هاد اللحظه وصل فرانكي والطار والاب ديال باتريسيا وكيسول إيلي واش خليت الضو شاعل. قالت له لا. كيشك في الموضوع وكيخلي الدراري في الطوموبيل وكيدخل بوحدو ولكن مصطفى مع صحابو كانوا عاقوا به وهربوا قبل ما يجي. فرانك عيط على البوليس وعلمهم باللي السلاح ديالو تسرق من الدار. اليوم اللي ما جا مصطفى كنشوفو فرحان حيت تقبل في الكليه ديال الفنون ما قاطع فرحه هو وصاحبو سلوغو. المهم كدوز الايام مصطفى كيدخل اول مره الكليه كيجي داكشي في شكال. اول حصه الاستاذ كيطلب منه يعرف براسو. في هاد اللحظه كتدخل إيلي وكيتفاجئ انها معاه في نفس القسم. المهم قصه جديده ثاني غتبدا. المهم سالت الحصه الاولى مصطفى كيخرج كيقصد إيلي كيقول لي عقلت عليا. ايوا قالت له من طبيعه الحال نعقل عليك انت اللي عتقتي اختي. من بعد شويه ديال الهضره بيناتهم خرج مصطفى مع واحد الزميل في القسم واللي هو قريب شويه من اليزابيث. وهنا كيسول مصطفى كيفاش بلانها كتبان مقلقه وهنا كيقول ليه بلي هي فقدت الام ديالها مؤخرا داكشي علاش كتبان مقلقه. من بعد كنشوفوا إيلي في الطابله مع العائله ديالها وكيقول لها الاب ديالها اش خبر الكليه وشنو الجديد اللي فيها. ايوا إيلي كتجاوبو باللي مازال ما عارفه والو حيت اول حصه ليها. إيلي كدور وكتقول لاختها خمن شكون جا معايا في الكليه. كتهز باتريسيا راسها وكتقول ليها إيلي يونيون اللي هو مصطفى. باتريسيا فرحات بزاف وهنا كطيح عليها فكره باش يعرضوا عليه العيد الميلاد ديال باتريسيا. الاب ديالها رافض الفكره وقال لهم اصلا غنديروا غير حفله بسيطه وصافي. فواحد النهار مع التمارين اللي كيديروا في الكليه ديال الفنون كتعصب إيلي من العرض اللي كتقدم وكتخرج في حالها. مصطفى تبعها وهنا قال لها انا عارف شنو معصبك وعارف اللي فقدت الام ديالك. هنا زاد عصبها اكثر. المهم في النهار التالي في الكليه علمنا الاستاذ باللي غيكون عرض كبير في الكليه خاصهم يتدربوا عليه وغيحضروا عائلاتهم وممثلين كبار. المهم بداو يتدربوا مزيان على العرض ديالهم وفاش سالوا إيلي كتعرض على مصطفى باش يحضر العيد الميلاد ديال باتريسيا ووعدها انه غيجي ما عنده ما يخسر. من بعد مصطفى مشى يوجد الكادو اللي غيدي معاه وكيدخل عليه راجل الام ديالو اللي اصلا مصطفى ما كانش حامله من الاول وقال له اللعبه هذه واش سرقتيها. ايوا بقى عليه مصطفى باش يردها وهنا كيصليها معاه وبقاو مدابزين حتى دخل سلوغو وهز عليه فردي وقال ليه الا ما زادتك هنا غنفشخ لك راسك. من بعد جا نهار الحفل ديال عيد الميلاد مصطفى كيتلاقى بإيلي كيسلم عليها وكيتلاقى حتى باتريسيا اللي قدم ليها الكادو. المهم الحفله ما فيهاش شي حاجه وما فيهاش شي جديد صالات دغيا وكيرجع مصطفى للدار كيلقى الام ديالو باكيه وكتقول له خلاني ومشى. كتسوليك من دبستي معاه كيجاوبها باللي ما شافوش وقال لها يجي اصلا حسن منه. دازت الايام مصطفى دار مع إيلي باش يتشافوا في العرض الكليه ديالهم. فاش وصل الوقت إيلي ما خلاش الاب ديالها تخرج حيت كانت عنده خدمه مهمه وخاص اللي يبقى مع باتريسيا يقابلها بالليل. مصطفى بقى كيتسنى فيها وعند بالو غدراته. رجع مع صحابه في الطوموبيل اللي قالوا ليه ما يبقاش فيك الحال اصلا الدريات كلهم هكا. واحد شويه وصلت مكالمه منها وشرحت ليه البلان كامل وعرضت عليه ريحو شويه. ايوا هادشي اللي وقع. جا مع صحابو تعشاو مجموعين زهاو شويه ووصلها من بعد للدار. المهم كلشي هو هذا. خرجوا تاني سهروا برا الدار وهنا يوقفوا عليهم واحد جوج شفاره خداو ليهم اي حاجه وحتى من واحد الصرفقه خداتها إيلي
بسبب مصطفى اللي ما كانش بغى يعطيهم مكانه، حيت اصلا ديال صاحبو سلوغو ماشي ديالو، اللي هو نيت سرقها. المهم شي يسرق لشي اللي طالع عليها الدم من البلان، ايوا جابها وداها في الطوموبيل وقال لمصطفى اخر مره تقرب جهه بنتي. المهم واخا ديك التقليقه كامله غدا يتلاقاو في الكليه ثاني في حال حتى حاجه ما واقعه، واعترف ليها بالحب ديالو. من بعد سلوغو كلا قتله ديال العصا من عند واحد الجوج بسبب ديك الساعه نيت اللي خلى مصطفى ولا تسرقات ليه وما في بالوش. المهم سلوغو صون على مصطفى وقال ليه الامانه اللي عطيتك تكون عندي دابا. مصطفى مشى عنده اعترف ليه بلي تسرقات، وهنا سلوغو قال ليه كون ما كنتي فحال خويا كون عرست لك فمك. هي هذيك بداو كيخططوا باش يلقاو الحل. لو مصطفى اقترح عليه يمشيو لواحد البلاصه فيها حوايج غاليين، وهاد البلاصه هي الكليه ديال مصطفى نيت. المهم مشى مع صحابو دخل الكليه من واحد البلاصه تعرفها غير هو، وخداو واحد الصندوق. من بعد مصطفى رجع للدار بغى ياخذ واحد الصاك الصغير ديالو، ولقى باتريك الراجل ديال الام ديالو، وطلبات منه يطلب السماح ورفض. ايوا كان ياكل ثاني قتله ديال العصا. جاب الله عرفت بلي هو اصلا اللي ضرب مصطفى من الاول وجرات عليه برا. من بعد كنشوفوا الي في الكليه كتجي يفاجئوا من الاستاذ بلي تسرق الصونو، وعرف بلي مصطفى. الي حاولت تواصل مع مصطفى اللي خلى ليها ميساج كيعتذر فيه وقال ليها تستاهل احسن مني. بعد الوقت تمشي للدار وبا وراها الفيديو اللي كان على باله اصلا من الاول بلي مصطفى هو اللي سرق الفيلا ديالهم مع صحابه، حيت كانت الكاميرا مراقباهم وما قال ليها والو، حيت كان السبب في البقاء ديال بنته باتريسيا. من بعد كنشوف مصطفى مع صاحبو سلوغو جايت واحد الواد، وتما كان باغي يشوف سلوغو العشيقه ديالو، وهنا كيتلاقى واحد الزنار كان كيدور ليه بصاحبته. ايوا غدروا تيرا فيه، والقصه ديال سلوغو هنا كتسالي. مصطفى ما تصرش ليه البلان وبقى يقلب باش ينتقم، وكنشوفو مصطفى في واحد البلاصه وجا عنده داك صاحبو الموريتاني وقال ليه ماشي ذنبك اصاحبي، خصنا نعيشوا على البوليس، ما يمكنش حتى انت تمشي تنتقم ليه ونخسروك. المهم مصطفى ما صبرش وخدا له السلاح ومشى باش ينتقم. ركب في التران وكانت معاه ايلي نفس البلاصه وتيتخبى باش ما تشوفوش. في نفس اللحظه داك الموريتاني سولا الايلي وعلمها باللي مشى مصطفى ينتقم، ومشات بالزربه معاه. وصلوا لقاو البوليس داوه معاهم، بعاتهم ايلي وقفات قدامهم. ايوا هنا حتى هي طلعوها تمشي تاكل مع العدس. صراحه نهايه ما غتفهم فيها والو، ولكن هذا هو السلام.